مفيش لاعب في الأهلي فوق العقاب، ومفيش لاعب في الأهلي سيعطي النادي أكثر مما سيضيفه له النادي. وما يميز الأهلي عن غيره أنه يتعامل بميزان واحد مع الفريق، من أكبر لاعب حتى أصغر لاعب. رصيد أي لاعب مع الأهلي وجمهوره يكون في الملعب ومن خلال البطولات والتاريخ والأرقام، أما غير ذلك فيعني أن رهان أي لاعب سيكون خاسراً. عقوبة إمام عاشور وإعلان العقوبة في وقت كان سهلا أن يتم نفي الواقعة، لأنها واقعة لم تصل إلى الإعلام ولم يرها أحد، لكن الإعلان يؤكد استمرار سياسة الأهلي على نظام واحد، وهو ما يؤكد أن مسألة تطبيق اللوائح ثابتة ولا تتغير في الأهلي، بدليل أن واقعة محمود كهربا قبل مباراة كاس السوبر في الإمارات وعندما تكررت من إمام عاشور تم توقيع نفس العقوبة بالضبط، وهي تغريم المخطئ 1,000,000 جنيه، وكلها رسائل مهمة لكل اللاعبين بأن لا أحد فوق العقاب وتطبيق اللائحة طالما أخطأ في حق مدربه أو زملائه. من الآخر، بعد صدمة رحيل رمضان صبحي بالتحديد، لم يعد هناك أحد من جمهور الأهلي ولا من الإدارة سيفرق معه أن يرحل أي لاعب لأي مكان، لأن رمضان صبحي كان من المفترض أنه يتم تجهيزه كمشروع لمستقبل محترم، وكان اللاعب بالفعل صاعد بقوة للأمام ومنتظر أن يبنى عليه الفريق، لكنه فضل المال ورحل، ولم يخسر الأهلي شيئا، وإنما خسر اللاعب بعدها كل شيء برحيله إلى بيراميدز. فأي لاعب مهما كان متميزا ويملك إمكانيات كبيرة عليه أن يعلم أنه تحول إلى نجم لأنه يرتدي قميص النادي الأهلي ويعيش في ظل جمهوره الكبير. وعلى سبيل المثال فتجربة بيراميدز واضحة للجميع، فالنادي الذي صرف مليارات الجنيهات وضم كتيبة من لاعبي الأهلي والزمالك وغيرهما بأغلى الأسعار، لم يحصل في 6 سنوات إلا على بطولة واحدة وهي كاس مصر، وكانت بسبب عدم مشاركة النادي الأهلي فيها بإرادته بسبب ضغط المباريات وقتها. إذن أي لاعب سيرحل ولن يجد أحدا يسأل عنه بعد رحيله، بينما سيواصل الأهلي مشواره ويحصد البطولات. وحتى لو حصل اللاعب على بطولة خارج الأهلي فسيخسر أمامها 10 بطولات، ولو حصل على الفلوس فسيخسر أمامها الشعبية والمجد مع ناد كبير بحجم الأهلي. وأمامكم رمضان صبحي كأفضل مثال على ذلك، أين هو الآن منذ رحيله عن الأهلي؟